الدكتور التيجاني يفتري على علماء السنة. شو الكلام هذا؟ شو العلم؟ شو البحث؟ والله ندمت أنا اللي جيت واجهت أناس من هؤلاء، واليوم فقط بعثوا لي كثير من الفاكسات والتليفونات علماء من السنة وعدة مناطق يقولوا لي احنا لا يمثلون، هذا وهابية، هذول يكفروا السنة والشيعة، يكفروا كل المذاهب، وستقف على حقائقهم. مثل من؟ اسكت على روحك. مثل من؟ اسكت، انا ما قطعت. هذا كذب. اسمان، اذكروا اسمائهم. لا نذكر اسمائهم. كذاب. انت الكذاب يا كذاب يا مفتري. يا مفتري يا كذاب. انت الكذاب وانت المفتري يا بلوشي. طيب اسكت الملأ. اذا تقول كلمة ونرجع لك 20. احسنت. اذا اسمائهم. انت ذكرت اسماء من علماء اهل السنه، هل تريد ان تذكرهم؟ لا اذكرهم. ليش؟ كويس، لان لا اذا ذكرت علماء من عنده يعني سؤاله عنده حق، كما لو استشهد عليه. نعم، ولكن لو كان الرجل أن يظهر اسمائه. على كل حال هو طلبنا من الاسماء وطلبه قال لك لا ليس ملزما بذلك. هذا دليل الكذب. ليس ملزم. هذا دليل الكذب. انت تفسره كما تشاء. هذا دليل الكذب الذي يعرف من هؤلاء العلماء، لأنها كدعوة الباطلة الكثيرة التي سطرت عليه كثيرا، وهو يرفض أن يقول، بل بالعكس هنا فرصته أن يذكر أسماء هؤلاء العلماء حتى يعرف الناس صدقه ويعرف الناس مكانة المناظرين بالنسبة لأهل السنة والجماعة، وأن أهل السنة والجماعة يتبرؤون منهما. هذه فرصته ولكنه ضيعها، ولكن الفرصة سانحة.